السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان. الناس اللي كانت بتقفل السفارات بره ودايما بتشتم في مصر وبتشتم في الرئيس السيسي وفي القيادات وفي البلد كلها، ومش عاجبها حال البلد ومش عاجبها اللي بيحصل، وبيقولوا يا سيسي افتح معبر رفح، وبيصدروا للناس ان السيسي قبض الثمن وان عمل صفقة وبيجايب خيم حاططها في سينا علشان يستقبل الفلسطينيين، والسيسي باع القضية الفلسطينية، والسيسي خرب الدنيا. هي الناس ديت فين دلوقتي؟ لما الحرب خلصت ومن غير نقطة دم واحدة ومن غير ما نحارب، الناس دي كانت بتجرنا الحرب وكانت بتجرنا الفتنة، هدفها ان البلد دي تقع وما تنهضش. والكلام اللي انا بقوله ده اثباته ان لما الرئيس السيسي طلع وطلب تبرعات لبناء غزة، نفس الناس اللي كانت بتشتم وكانت بتهيأ للعالم كله ان مصر غزلتهم وان مصر مش واقفة مع القضية الفلسطينية، هم نفس الناس طلعوا يقولوا ما معناش فلوس وما معناش تبرعات واحنا مش لاقيين واحنا. لما بتخش على التعليقات على الفيسبوك وتتك على الناس اللي بتعلق دي، تخش على صفحاتها تلاقيها على مدار السنتين اللي فاتوا بيجروا البلد لحرب وبيجروا أولادنا للقتال ومش عاجبهم اي حاجة. طب لما الرئيس السيسي قال لك اتبرع علشان تبني بقى غزة، انت ما معكش تتبرع، ما تطلعش تشكك وما تطلعش تقول وما تطلعش برضه بنفس الاسلوب القذر اللي انت عايز تهدم فيه البلد بس وتجرجرها لحرب. وده لازم نعرف ان في ناس بتنفذ اجندة ولها مصلحة في الكلام اللي هي بتقوله، وفي ان هي تشتت الداخل. العرب نفسهم قالوا احنا ما احناش هنساعد. العرب اللي بيساعدوا الغرب وبيدوا طيارات للغرب وبيدوا مليارات للغرب عشان الغرب مجرد ان هم يرضوا عنهم بس مش اكتر. لما جه الرئيس السيسي عايز يبني في غزة، ما لقناش حد يعني اتمطح كده وتبرع بمليارات وتبرع بدولارات. انا كنت فاكر ان بعد المؤتمر بتاع شرم الشيخ وبعد الجهد الكبير اللي مصر عملته، ان غزة دي تاني يوم لما نقول يا بناء هتبقى باريس. لكن العكس تماما. لا، الناس دي هدفها اسقاط البلد وتجر بلدنا لحرب زي ما حصل قبل كده في اليمن. ايه اللي كانت النتيجة؟ ضيعنا فلوس في حروب، وضيعنا الاقتصاد، وضيعنا جنود، ارواح عساكر اخواتنا، ودفعنا دم كتير في حروب قبل كده، واتجرينا ورا حروب واستنزفنا اقتصادنا. احنا جيشنا صرفنا عليه وأسسناه وكلفناه مش علشان يحارب بره الحدود وعلشان يطلع
دم المصري غالي، ومصر بتتعامل بدبلوماسية وبحكمة، ومش بتتجر ورا مخاطرات ملهاش أي لازمة. واللي عايز يشارك ويبني في غزة أهلا بيه، اتفضل ما تشارك وتبني وتحرر. هو انت لا انت عايز تبني ولا انت عايز تعمل اي حاجة، كل اللي انت عايزه انك تهدم في البلد وتهدم في الداخل. احنا شعب ظروفه صعبة اقتصاديا، لكن احنا جاهزين لأي حد، لو حد اتعدى على بلدنا نقطع رجله، ونعرف ندافع عن بلدنا كويس وندافع عن حدودنا كويس. لكن احنا ما احناش عايزين مزايدات من اي حد. اللي بيزايد على مصر ده مصر اكبر منه بكتير. مصر مش هتقع. ونفس الناس ونفس الوجوه كانوا في موضوع سد النهضة، كان ما بيتكلموا ما تنزل تحارب، ما تنزل وكانوا بيجرونا لحرب في طريق سد النهضة. وسد النهضة مصر بتدير الموضوع بجدية، واللي هيتعدى على نقطة مية من النيل هيشوف ايه اللي هيحصل، وايه الرد اللي ممكن يترد عليه في الوقت المناسب. واللي يقدر يجرب يجي يم حدود مصر يقرب ويتفرج ايه اللي هيحصل فيه. لكن انا بقول الكلام ده علشان خاطر مصر كبيرة، وما احناش عايزين مزايدات من حد. ما حدش هيديلنا حاجة لو دخلنا في حرب ووقعنا او استنزفنا اقتصاديا. ما حدش هيديلنا حاجة. ومصر ده طول عمرها بيستنزفوها في حروب، وطول عمرها بيستنزفوها في فتن، وطول عمرهم عايزين يوقعوا البلد دي. لكن البلد دي ربنا حافظها وعمرها ما هتقع، طول ما فيها رجالة وطول ما فيها قيادات بتتعامل بدبلوماسية، وبتتعامل بهدوء، وكل مصلحتها بناء البلد دي. عمر البلد دي ما هتقع طول ما احنا متماسكين وايد واحدة. انا مش هقول لك الوضع الداخلي احسن حاجة، لكن يعني احنا احسن من دول كتير يعني استنزفت اقتصاديا وضاعت في يوم وليلة. وده شفناه بعينينا، وشفناه في العراق، وشفناه في سوريا، وشفناه في ليبيا. واللي حصل في الدول دي ما كانش حصل بالصدفة، لا بمخططات وبأجندات خارجية عايزة توقع البلاد دي كلها. وزي ما وقعتهم عايزة توقع مصر. لكن مصر كبيرة، ومصر واعية، ومصر واعية للمخططات اللي بتحصل جدا. ومصر مش هتقع طول ما فيها رجالة وفيها شعب وفيها قيادة. مصر دي دولة كبيرة، وتاريخيا مصر دي اتوجدت قبل التاريخ ما يتكتب، كانت موجودة. مصر دي مطمع للعالم كله، ومطمع للناس. الدول اللي هي عاملة نفسها دول كبيرة، وهي دول جديدة، ما هيش دول قديمة ولا حاجة. وطمعانين في مصر، وفي موقع مصر، وفي جو مصر العظيم. والبلد دي طول عمرها بلد كبيرة، وعمرها ما هتقع. لأن مصر لو وقعت مفيش دولة في العالم تقدر تقومها تاني على رجليها.
احنا في مصر ما احناش عايزين حد يزايد علينا. واللي عملته مصر في القضية الفلسطينية ما فيش دولة في العالم تقدر تعمله وتحققه. وده احنا هنبني مش هنهدم، وهنبني على قدر ما نستطاع في غزة. وغزة دي قضية مصر على مدار السنين. ولما ترجع للتاريخ وترجع في كل خطوة كانت مصر بتخطيها ناحية القضية الفلسطينية، كانت بيطلع نفس الناس ونفس الوجوه تشكك في مصر وتقول ان مصر بايعة القضية الفلسطينية. لكن اللي انا عايز اقوله ما تبقاش ترسف في عجلة بتلف في الخراب. خليك جسر الامل للبناء والتنمية. نفس اللي كانوا بيشككوا في الطرق اللي بتتعمل في مصر والإنجازات اللي بتتعمل هم اللي كانوا بيمشوا بيستفادوا بالطرق اللي بتتعمل ديت. والناس اللي مش عاجبها الإنجازات اللي بتتعمل في مصر هم اللي بيستفادوا منها. عايزين نقول لما الرئيس السيسي يطلع يقول اتبرعوا لغزة، ده مش كلام فاضي، ولا ان هو محتاج يستنزف الناس وما هوش عارف ان الناس مش لاقية تاكل، ولا في ناس لا الراجل ملم بكل حاجة. وانا هنا ما مش يعني بنصر السلطة. السلطة ديت على مدار السنين مفيش سلطة دايمة. جمال عبد الناصر النهاردة فين؟ الرئيس أنور السادات فين؟ الرئيس حسني مبارك فين؟ والرئيس السيسي النهاردة فين وبكرة هيبقى فين؟ فمفيش حد بياخد حاجة معاه، وكل واحد بيشتغل بضميره على قد المستطاع اللي موجود. ومش عايزين دايما نشكك في قياداتنا ونشكك في الجهد اللي بيتعمل، علشان الجهد اللي بيتعمل ده بيتعمل من جيوبنا كلنا. ولازم نكون واعيين لكل حاجة بتحصل حوالينا، وما نشاركش فيديوهات الناس دي في الفاضي. قبل ما تشارك الفيديو اعرف الاول انت كده بتهدم ولا انت كده بتبني. البناء صعب، البناء صعب، ولازم كلنا نبقى واعيين ونساعد ونقف بكل جهدنا. والله المستعان. وإن شاء الله مصر ستقود أمتها العربية، ومصر ستقود الشرق الأوسط. ومفيش حد هيقدر يجي علينا في أي حاجة، لأن احنا عندنا جيش قوي. ما تستقلش بجيشك. جيشك النهاردة من أقوى الجيوش في العالم، وحدودك النهاردة مفيش حد يقدر يقرب لها، وده في حد ذاته إنجاز كبير على الأرض. أنا كنت بسمع الأستاذ محمد حسنين هيكل كان بيتكلم مع لميس، فبتقول له أيام كان لسه الرئيس السيسي ما كانش رئيس، كان لسه أيام المجلس العسكري. فبتسأله بتقول له الرئيس السيسي لا، بتسأله بتقول له أنت مستني إيه من الرئيس السيسي لو قدر ومسك البلد؟ مستني منه إيه؟ رد عليها الأستاذ محمد حسنين هيكل وقال لها الرئيس السيسي لو سلم البلد بحدودها، يعني بعد فترته ما تخلص ويسلم البلد بحدودها بس وما عملش حاجة خالص، فده في حد ذاته إنجاز.
فحفظ الله مصر وربنا يقف جنب مصر وجنب غزة. واللي مش هيتبرع وظروفه ما تسمحش ان هو يتبرع لغزة، ما يقللش من الدور اللي بيتعمل وكفاية دعاء، يدعي، لكن ما يشككش وما يهاجمش وما يشتمش. وحفظ الله مصر من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله.